يا سلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه بقى؟ تعالوا بقى، سيبك ايه من العركه اللي ملهاش لازمه دي. يلا بينا، تعالى افرجك على حاجه حلوه قوي عندي دلوقتي. هو ده المستقبل بقى، شايف الدلع؟ هو ده المستقبل، بلا بنزين بلا وجع دماغ. اتفرج بقى على التسلا دانس. بص 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 بص. يا سلام على الدلع. ويقول لك بنزين، بنزين ايه يا جماعه؟ ده اللي جاي هيبقى صعب قوي وتقيل قوي. العربيه بترقص اهي. تمام. دي تسلا موديل واي، واحد من المنافسين التقال في العربيات الكهرباء يعني. وطبعا انتوا عارفين ان تسلا اكبر مصنع للعربيات الكهرباء يعني. يعني عشان نكون صراحه، بعد بي واي دي السنه دي، بعد بي واي دي طبعا الكاميرات في كل حته والكلام ده. احنا وريناكم العربيه دي قبل كده وجربناها، بس العربيه دي جايه عندنا بالصدفه كده تعمل فيلم حمايه اللي بعتنها لنا شركه الايمان. الناس دول محترمين قوي، ليهم 4 فروع على مستوى محافظات الجمهوريه، وعندهم بضاعه حاضره. عندهم بقى الاي دي 4 والاي دي 6 والاي دي 3 والشيفروليه المينلو. وعلى فكره العربيه الشيفروليه المينلو دي قيمه مقابل سعر ممتازه، سعرها حوالي 710,000 جنيه، وعربيه ادائها كان رائع. هجربها لكم تاني لان احنا ما كناش صورنا الريفيو بتاعها، انا وريتها لكم قبل كده. شيفروليه منلو عربيه مداها ممتاز وادائها رائع وجبار. التسلا الموديل واي اللي قدامنا دي عربيه بالفخامه دي طبعا وبمدى لطيف، وعربيه من تسلا وبتاع. ستجد العربيات الكهرباء اسعارها ارتفعت مؤخرا، لكن هتجدها قيمه مقابل سعر عن البنزين. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على الاي دي 4 تبدا من 900,000 وتنتهي عند مليون، مليون 50. هتلاقي احسن من اختها النسخه البنزين اللي وصلت دلوقتي المليون و500 ومليون و600، التجوان يعني. تمام. هتلاقي العربيتين على البلاتفورم وعلى الدنيا دي وعلى الكلام ده، وعربيتين شبيهتين ببعض المفروض. ولكن هتلاقي العربيه الاي دي 4 عربيه افضل تسعيرا من اختها شيفروليه منلو. هتلاقي عربيه بتقدم قيمه مقابل سعر حلوه جدا جدا، وهجربها لكم الفتره الجايه، وهتلاقيها عربيه سعرها برضه ممتاز. هبقى احط لكم لينكاتهم عشان اللي عايز يروح يتفرج على عربياتهم. عندهم بضاعه حاضره زي ما قلت لك، عندهم كل العربيات الكهرباء في مصر من اول التسلا لحد العربيات الصغيره. هحط لكم لينكاتهم وهحط لكم المتاح عندهم ايه، وتسليماتهم فوريه. ناس محترمين الصراحه. حبيت كده اوريكم العربيات الكهرباء، لاني ههتم الفتره الجايه قوي بالعربيات الكهرباء كبديل. للاسف في ركود في البنزين ومفيش مبيعات، الدنيا بايظه. وهوريكم دلوقتي وحشه هجربه كمان يومين. استنى بقى عشان ايه، تعالى بقى اوريك الحلويات بقى زي ما الراجل كان بيقول، بس اوعى تنخدع. هحط لكم لينكات شركه الايمان علشان اللي عايز يجيب عربيه كهرباء. هم عندهم بضاعه حاضره وعندهم 4 فروع. تمام. بص بقى يا معلم الوحش. ال 5000 سي سي جاكوار اكس جي ال. تمام. خليكم متابعين عشان الفتره الجايه في ايه، في تجارب طاحنه بقى الفتره الجايه. تمام. جاكوار اكس جي ال النسخه 8 سلندر ال 5000 سي سي. حاجه تقيله قوي معانا وهنجربها قريب. دي تسلا الموديل واي، وكنت حابب اوريكم التسلا دانس. وان شاء الله باذن الله كمان بكره جاي لي الفولكس فاجن الاي دي 6، العربيه ال7 سيتس من فولكس فاجن الناجحه جدا، العربيه الكهرباء الناجحه جدا. وهجربها بقى تجربه مطوله الاي دي 6، وهوريكم شويه حاجات كده ايه لطيفه في العربيات الكهرباء. وعايزين بقى خلاص ندخل العالم ده. الاردن دلوقتي تحولت كلها سيارات كهربائيه، دوله شقيقه جنبنا ودوله عربيه، والاردن كلها الان سيارات كهربائيه. هندخل العالم ده لان خلاص احنا اقتربنا، و2035 غالبا يعني تصنيع سيارات البنزين هيبتدي يندثر، وستجد تلك السيارات امامك دائما التكنولوجيا دي.
يلا، مع ان انا راجل بحب اصوات العربيات وبحب البنزين، لكن لازم نروح للتكنولوجي. وبعدين البنزين دلوقتي واقف حاله ومحدش بيشتريه، خلينا بقى نتكلم على الكهرباء. يلا، سلام عليكم.